الكاميرا دي مش عادية، كاميرا بسحر غريب بتخليك تشوف عوالم تانية موازية. مجرد ما بتضغط على زر التصوير، الشخص اللي بتصوره ممكن يتنقل للعالم الموازي اللي شبهه. بس المشكلة الكبيرة إن استخدام الكاميرا دي ممكن يفتح بوابة وتجيب كائنات مرعبة من العوالم دي لعالمنا، وكده ممكن يحصل دمار شامل حرفيا. واحد مصاب في كتفه فبيجري بخوف كأن حاجة مرعبة وراه، بيجري وبيستخبى ورا شجرة وبيطلع كاميرا من شنطته بيفك منها حاجة، وفجأة نور ساطع بيطلع مش بعيد، بس الراجل بيقع على الأرض ونفسه بيتقطع. بعد شهر بنت اسمها ألي واقفة في نفس الغابة، والراجل اللي وقع هو أبوها، اختفى بقاله شهر ومحدش عارف هو فين. الغريب بقى إن أمها قررت تنقل بيتهم الجديد، وما كانش فارق معاها أبو ألي اللي لسه مفقود. ألي ما كانتش عايزة تمشي، كانت خايفة أبوها يرجع وما يلاقيهاش، بس أمها كانت مصممة ومفيش في إيد ألي غير إنها ترجع توضب حاجتها. أمها كانت تحت بترتب، وألي طلعت تنظف في أوضة أبوها، بس أول ما فتحت الباب حست بحاجة غلط. الحيطان مليانة رسومات غريبة ووشوش لو شافها طفل ممكن يعيط من الرعب. الأوضة نفسها كانت مكركبة جدا، وفكرت آلي وقتها في تصرفات أبوها الغريبة اللي بدأت تظهر مؤخرا. فكر له يوم قال لها في عوالم تانية ممكن يكون فيها نسخة منك، ورسم لها مثلث على إيدها وقال لها إنه أكتر شكل ثابت في الكون. ساعتها ما كانتش مهتمة، كانت مشغولة بالمذاكرة، بس دلوقتي كل حاجة بدأت تركب على بعضها. وهي تايهة في أفكارها جالها تليفون من عمتها ميلو، سألتها انت عاملة ايه، وهي بترد لحظة الإشارة بتضعف وصوت ميلو بقى بيقطع. وفجأة آلي بتلاقي صندوق غريب وسط ورق مرمي، بتفتحه وبتلاقي جواه كاميرا بشكل مش طبيعي، ومعاها قرص كده زي قرص الدي جي. بتتحجج وبتقفل مع ميلو وبتقعد تمسك الكاميرا وتبص عليها. بتلاحظ ان في ورق متعلق على الحيطة بيتكلم عن الكاميرا، واضح ان ابوها كان بيبحث فيها بجد. وفجأة صرخة بتقطع السكوت. ألي بتسيب كل حاجة وبتجري بسرعة، وبتلاقي أمها واقفة وبتقول إنها صرخت علشان شافت عنكبوت، وبتحاول تبعد ألي عن المكان. بس أول ما ألي خرجت أمها بتقفل على نفسها وبتبدأ تمسح دم في الحمام. لما ألي رجعت بعد ما كانت بتلم حطب، شافت أمها واقفة جنب الحوض بتعيط. ألي افتكرت أبوها لما كان بيحضن أمها وهي بتعيط، وحست إن في حاجة كبيرة مستخبية عنها. في وقت العشاء قالت لأمها أنا عايزة أحتفظ بأبحاث بابا. أمها اتفاجئت بس ما قدرتش ترفض. بعد الأكل ألي حطت الكاميرا قدامها وبدأت تفحصها كويس، وفجأة حاجة سحرية حصلت. من خلال الكاميرا شافت صورة مزعجة، مدت ايديها ولقت اكتر من ايد بيظهروا في الكاميرا. مسكت القرص اللي كان جنب الكاميرا ولقت عليه ارقام محفورة، وفوق كل رقم علامة بتنطبق مع الكاميرا. قررت تجرب وركبت القرص في الكاميرا، وفجأة شكل الأوضة اتغير تماما. بس أول ما حطت الكاميرا كل حاجة رجعت زي ما كانت. وهي مبهورة بالاكتشاف ده بتسمع صوت دوشة تحت، وبتفتكر إن أمها بتناديها وبتنزل بسرعة علشان تشوفها، لكن الدور الأرضي كان فاضي، مفيش أثر لأي صوت. بتلف علشان تطلع تاني فوق، لكن فجأة الصوت بيتكرر تاني وبوضوح، وبتقف مكانها وبتسمع كويس. المفاجأة الصوت كان جاي من الكاميرا نفسها. بتبص فيها وبتتصدم بمنظر مرعب، بتخاف وبتقع على السلم من الرعب. وفي عز لحظة الخوف أمها بتدخل من بره وهي شايلة حاجة في إيديها. الأم قالت إن كل حاجة تمام، وقالي ما سألتش أسئلة تاني. لكن فجأة بتحلم بكابوس مرعب. شافت أمها وهي بتتاكل من كائن بشع، وبتصحى مرعوبة وقلبها بيخبط في صدرها. في اللحظة دي عمتها ميلو تبعت لها مقولة شهيرة لتشرشل: لما تلاقي نفسك في الجحيم كمل مشي. قالي ابتسمت بخفة وفهمت إن عمتها بتحاول ترفع من معنوياتها. في الوقت ده أم ألي كانت بتستعد تتمرن، لكن لحظة أثار صوابع مطبوعة على الإزاز. خرجت بسرعة تبص ولقيت أثر رجل على برميل خشب، باين إن في حاجة دخلت البيت امبارح بالليل. بتبص حوالين البيت بخوف بس ما شافتش أي حاجة غريبة. ألي رجعت أوضة أبوها وقعدت تدور في كل ركن. قدام لوحة على الحيطة لاحظت رسمة فيها قرص صغير نفس شكل القرص اللي معاها. الشقوق في الرسمة مطابقة تماما للقرص الحقيقي. فتحت درج ولقت نوتة أبوها مليانة ملاحظات عن الكاميرا وتجارب غريبة، وفي وسط الورق صورة لوش وحش
هو نفس الوحش اللي شافته جوه الكاميرا. واضح إن أبوها شافه هو كمان، وعلشان كده رسمه بالشكل ده. آلي حطت القرص جوه الكاميرا وفتحت المؤشر. الرقم اللي طلع على شاشة الكاميرا كان رقم 2. مسكتها وبصت تاني جواها. الديكور اللي في الكاميرا اتغير تاني. واضح إن كل ما تلف القرص المشهد اللي جوه الكاميرا بيتغير. وفجأة صوت ناس بتتكلم جاي من تحت. نزلت بسرعة بالكاميرا تشوف، وتتفاجئ لما بتلاقي صورة ل3 أشخاص، هم أمها وأبوها وهي بيتكلموا كأنهم في عالم تاني عن وحش معين. وهي بتحاول تركز وتميز الصوت، فجأة الباب بيخبط خبط جامد بيهز البيت. ايديها بتتهز والكاميرا بتقع من ايديها، وبتجري بسرعة تفتح الباب وهي قلبها بيخبط. وبتتفاجئ وبتلاقي ميلي وعمتها واقفة قدامها، جايبة لها لبس جديد، وكانت جايبة هدية صغيرة. وهي ماشية بتقابل أم إيلي اللي راجعة من المدينة، وبيتخانقوا شوية على موضوع إيلي، لكن إيلي بتتدخل وبتوقفهم وبتقول لهم كفاية، دي العيلة الوحيدة من ناحية بابا. بعدها بترجع تاني أوضة أبوها وبتكمل فحص في الكاميرا، وبتلف المؤشر وبتجرب وضع تاني. في الوقت ده أمها قعدت على اللابتوب، بس فجأة بتحس إن في حاجة مش طبيعية وراها، وبتلف وبتشوف المكان قدامها بيتكلكع ويتلوى بشكل مش طبيعي. ألي لسه بتبص من الكاميرا وبتشوف جثة أمها ووش الوحش ده تاني. منظر فعلا يخوف، فبتترعب وبترجع الكاميرا بسرعة، تجري وبتدور في نوتة أبوها وبتدور على حل، بس ما فيهاش غير شوية ملاحظات أولية. وبالليل بتسمع صوت غريب جاي من بره البيت، وبتنزل بالسلم بحذر وبتشوف ظل حد واقف عند الباب. بتقرب بخوف، بس الحمد لله بتطلع أمها مش وحش. بس كمية الحاجات اللي بتحصل خلت الأم تشك إنها بدأت تتهبل. تاخد حبوب في السر وبتكلم دكتور تاني، بس مفيش فايدة. آلي بتاخد النوتة وبتروح الورشة اللي في الجنينة، وبتفتح باب سري عليه علامات مثلث، وبتدخل أوضة مستخبية شكلها قديم بس مليانة أسرار. وبتفتكر لما أبوها شرح لها زمان يعني إيه فضائيات متوازية مطوية. من وجهة نظره الكون فيه أبعاد كتير، وكل بعد فيه خطوط زمنية موازية. آلي بتجرب الكاميرا تاني، لكن اللي حصل بعدها كان مرعب. أمها اللي كانت مرعوبة تفتح ورق تاروت وبتشوف لو في طاقة سلبية في البيت، فبتسحب كارت وبيطلع كائن مرعب. قلبها بيقف من الرعب. ألي بتشوف صرصار في الركن، تلقائيا بترفع الكاميرا وتصوره، وفجأة الصرصار بيختفي وبيظهر في العالم اللي جوه الكاميرا صوت خبطة عالية. الأم بتسمع صوت جرس معدن غريب في الأوضة، تمسك سكينة وبتقرر تروح تشوف فيه إيه، لكن قبل ما تعمل أي حاجة الوحش بيظهر جنبها فجأة وبتصرخ بصوت عالي وبتجري ناحية السلم. وفي اللحظة اللي الوحش هيهجم عليها ألي بتسمع صرخة، فبتشد القرص من الكاميرا بسرعة. الوحش اللي كان جوه البيت اختفى فجأة. الأم بتبص حوالين الصالة الفاضية وبتقعد وقت طويل لحد ما تعرف تلم نفسها. كانت حاسة إن دماغها فعلا مش طبيعية، وبدأت تصدق إنها بتخرف. دخلت أوضة ديفيد جوزها وبصت على الصور اللي مغطية الحيطان، وفجأة بتلمح صورة الوحش اللي شافته قبل كده. جسمها بيتجمد والرعب بيملى عينيها. بتتعصب وبتبدأ تشيل كل الورق والرسومات من على الحيطة. في الوقت ده ألي كانت سامعة صوت راجل بيتكلم بره، وبيقول إن الكاميرا دي مش طبيعية، وبيحذر محدش يبص فيها كتير. وبيفجر مفاجأة، أبوك لسه عايش. ألي أول ما سمعت كده قلبها هدي شوية. بصت من الشباك بحذر وشافت راجل ماسك فاس. قال لها إنه بيساعدها تدور على أبوها، اسمه كارل، والخراب اللي اتكلم عنه هو الوحش اللي شفناه. ألي بدأت تصدقه وسألته عرفت كل ده منين؟ وهنا بنكتشف الحقيقة. الكاميرا دي بوابة لعوالم موازية، وكل خانة في القرص بتمثل عالم تاني مختلف. كل مرة الكاميرا بتشتغل بتفتح بوابة للعالم اللي رقمها متسجل. وكارل عارف كل ده من ديفيد أبوها، بس مش ديفيد العادي، ده ديفيد من العالم الخامس. وقبل ما يكملوا كلامهم ألي بتشوف دخان طالع من ناحية البيت، وبتجري تشوف ايه اللي بيحصل. بتلاقي أمها مولعة في أبحاث أبوها. ألي حاولت تطفي النار، لكن هم بيتخانقوا الكاميرا وقعت على الأرض. والأم وقتها فهمت كل حاجة وعرفت
إن بنتها كانت بتحاول تكتشف إيه سر الكاميرا، ومن غير تفكير مسكت الكاميرا ورمتها هي كمان في النار، وما خلتش آلي تطفيها. آلي طلعت أوضة أبوها لقيتها فاضية ودموعها نزلت وما بقتش شايفة قدامها. في نفس الليلة حبست نفسها في أوضتها وعملت نفسها مش عايزة تكلم أمها، لكن الحقيقة كانت بتخطط تهرب. خرجت من الشباك وجريت على بيت كارلا، بس لما وصلت لقيت البيت باين عليه فاضي بقاله سنين. وفجأة بتلاقي أمها جاية وراها وبتسألها انت كنت ناوية تهربي؟ آلي بتحاول تفهمها إنها بس بتدور على شخص، بس أمها لسه مش فاهمة حاجة. وهنا آلي بتنفجر من الغضب، بتبدأ تفضفض بكل اللي جواها، تعاتبها على اللي عملته من الأيام اللي فاتت، وبتقول لها إنها نفسها أبوها يرجع. بس الأم تفضل مصممة أبوكي مش هيرجع. آلي بتلف وشها وبتجري على أوضتها تاني، وبالليل بتصحى فجأة وبتبص على السرير وبتتفاجئ إن الكاميرا هناك. بتشغل النور وفجأة كارل يطلع من وراها. آلي بتتفزع، بس كارل بيهديها وبيقول لها إن مفيش قوة في الدنيا تقدر تكسر الكاميرا، وإن ديفيد هو الوحيد اللي ممكن يعرف يدمرها، وعلشان كده كارل عايز يلاقيها. في عالم كارل الوحش اللي اسمه ريك قتل كل عيلته، بس كارل نجا بفضل ديفيد اللي من العالم الخامس. ده نفس المشهد اللي شفناه في أول الفيلم. ديفيد قدر ينقل الوحش لعالم تاني بصورة سيلفي واحدة، بس حتى لو تأمنوا مؤقتا لو ريك قدر يهرب عالم آلي كله هيبقى في خطر. وفي اللحظة دي أمها بتلاحظ النور من تحت باب أوضتها وبتسمع صوت راجل جاي من جوه. بتجري وتخبط على الباب، وآلي بسرعة بتقول لكارل امشي بسرعة. وأول ما أمها بتدخل ما بتلاقيش حد، وبتخرج وهي محبطة وحاسة إنها خلاص فقدت عقلها. وفي اللحظة دي آلي كانت خرجت بهدوء من الشباك ولقت كارل مستنيها، والاتنين يقرروا يروحوا يدوروا على ديفيد في العوالم التانية. كارل بدأ يشرح لآلي إزاي تستخدم الكاميرا بطريقة صح، وقال لها لو ضغطنا الزر من غير ما نلمس بعض هو بس اللي هيتنقل لوحده. ولما الكاميرا اشتغلت في اللحظة الاتنين اختفوا من مكانهم. وفي نفس اللحظة نور غريب رجع يلمع في البيت اللي فيه أم آلي. آلي وكارل وصلوا لعالم كله ضباب، دخلوا العالم الرابع، لكن البيت اللي قدامهم بقى مهجور ومهدود. كارل استغرب، الوضع باين عليه إنه نتيجة لانهيار بوابة العالم الخامس. آلي ما كانتش فاهمة كويس، فشرح لها كارل بلغة بسيطة البوابة دي زي حيطة بين العوالم، وهي الحاجز الوحيد اللي بيمنع الوحش ريك إنه يدخل. والكاميرا دي لما بتشتغل كتير بتمزق الحاجز ده، لو اتقطع خالص ريك يقدر يدخل أي عالم هو عايزه ويدمره بالكامل. بعد الشرح الاتنين بدأوا يدوروا على ديفيد، بس ما كانش فيه أي أثر ليه. وفجأة وهم بيدوروا الوحش المرعب بيظهر فجأة من وراهم، وفي لحظة خطيرة كارل يشد آلي ويشغل الكاميرا بسرعة قبل ما الوحش بيهجم عليه. دلوقتي عرفوا إن ديفيد مش في العالم الأول ولا في العالم الرابع ولا حتى الخامس. في العالم كاميرا غريبة ظهرت فجأة في أوضة ديفيد، بدأ يدرسها ليل نهار، لكن من كتر العبث فتح ثغرة دخل منها ريك وهاجمه، وبعدها حكى كل حاجة لكارل. بس بالرغم من الخطر ديفيد كمل أبحاثه، وفي النهاية العالم الخامس وقع وكارل وديفيد اضطروا يهربوا. وديفيد من العالم الخامس ملقاش غير نسخة تانية من نفسه في عالم موازي يساعده، اللي هو أبو آلي ديفيد واحد. ديفيد واحد ما كانش مصدق في البداية، بس ديفيد خمسة فجأة أخده وبعته في مهمة. آلي اتعصبت وقالت لكارل لو فضلت تلاحقني هرجعك للعالم الخامس. في اللحظة دي الأم تلاحظ إن بنتها مش في البيت، هي ومولي بيدوروا عليها في كل حتة لحد ما يلاقوها واقفة قدام بيت كارل. آلي بتحاول تثبت لأمها إن أبوها لسه عايش، لكن القرص كانت رمى بالغلط، وميلي ما صدقتش وسحبتها علشان ترجعها البيت. بس الأم اللي كانت شافت حاجات بعينها بدأت تشك إن في حاجة فعلا. آلي استغلت الفرصة بعد ما ميلي مشيت وبدأت تجهز نفسها تدور على أبوها، لكن قبل ما تتحرك كار رجع ظهر تاني فجأة وقال لها أنا مش شرير والقرص معايا. آلي تضطر توافق إنه ينضم ليهم، وبيبدأوا التلاتة يدوروا على أدوات يدافعوا بيها عن نفسهم ويشغلوا الكاميرا من تاني وينتقلوا مع بعض للعالم التالت.
يبدأوا يدوروا على ديفيد واحد ويتسللوا بهدوء لبيت غريب، وفجأة عيلة ديفيد في العالم ده تطلع تهجم عليهم. أول ما يشوفوا وشوشهم يتجمدوا في مكانهم، وكارل بيشرح الموقف بسرعة، بس ديفيد تلاتة المجنون يطلع عليهم ببندقية ويهدد آلي ويقول لها سلمي الكاميرا، ويستعمل الكاميرا بعشوائية فينقل الوحش من العالم الرابع معاهم. العيلة كلها بتموت في لحظة على إيد الوحش. كارل بيلم الكاميرا بسرعة وبيحاول ينقذ آلي وأمها، بس أول ما بيضغط على الزرار الوحش بيهجم عليهم، وفي وسط الفوضى آلي وأمها بيتنقلوا مع الوحش للعالم الخامس. آلي بتبص حواليها، البيت باين عليه مش طبيعي، بس كارل ما قالش إن بوابة العالم ده كانت اتدمرت. وهي بتدور أمها بتشوف مثلث مرسوم علامة من جوزها، وفجأة بيسمعوا صوت الوحش جاي. آلي بتشد تفاحة من الأرض وبترميها، وصوت الوحش بيزيد، وفي لحظة بيلاقوا جثة على الأرض ويصرخوا. الأم بتشد الباب وبتقول لآلي اجري، وبتقرر تضحي بنفسها علشان بنتها تهرب، بس الوحش كان أقوى وبيطيرها في الهواء. وقبل ما الوحش يقضي عليهم آلي بتلمح حد وبيهجم على الوحش، وبتتفاجئ إن ده أبوها اللي كان مختفي بقاله شهور. وأخيرا العيلة اتجمعت من تاني. ديفيد واحد كان هرب فعلا للعالم الخامس، وهم جم عليه بالغلط. شاف مراته وبنته ووشه اتفتحت بالفرحة، بس حذرهم لازم نمشي فورا. خدهم على المخزن اللي ورا البيت كان مستخبي فيه طول الفترة دي، لأنه اكتشف إنه مش هيقدر يخرج من العالم ده من غير الكاميرا. لو عايزين يهربوا لازم يلاقوا الكاميرا، فيقرروا يقضوا الليلة في المخزن ويتحركوا بكرة الصبح. آلي وأمها بيتكلموا لأول مرة من قلبهم، والحواجز اللي كانت بينهم بدأت تنهار. ديفيد قال لبنته إن في فراغ مظلم بين العوالم، المكان اللي ريك عايش فيه. المخلوق ده مش لوحده وبيعشق الضلمة، جرب عليه رصاص ونار ولا حاجة نفعت. الحل الوحيد نرجع بالكاميرا لعالمنا ونقفلها للأبد. تاني يوم الصبح ديفيد بيجهز خطة. هو هيشغل الوحش آلي وآلي يدخلوا البيت يجيبوا الكاميرا. ديفيد بيدخل بالسلاح والوحش بيظهر وراه فجأة، وبيجري بسرعة والوحش وراه. وفي نفس الوقت البنت وأمها بيدوروا على الكاميرا. ديفيد بيشد ريك على المخزن، وأما إيلي وأمها بيطلعوا على الدور التاني بيلاقوا جثة إيلي من العالم ده والكاميرا مرمية جنبها، وبيمسكوا الكاميرا وبيهربوا على العالم التالت. لكن هناك كارل كان مات خلاص. إيلي بتزعل بس ما كانش في وقت، فبيروحوا على المخزن بسرعة وبيشغلوا الكاميرا. قبل ما الوحش بيدخل عليهم قدروا يرجعوا عالمهم الأصلي، وميلي كانت جاية تزورهم واتفاجئت إن أخوها لسه عايش، وشها كله دهشة وفرحة. لكن قبل ما يفرحوا نور ضخم بيظهر في السماء وريك بيطلع تاني. الاستخدام الكتير للكاميرا عمل شقوق زمنية بين العوالم، وريك قرب يقتحم العالم الحقيقي. ديفيد بيصرخ ويقول لهم اجروا. آلي فجأة بتفكر في فكرة، تشيل الكاميرا وتجري بره العربية والوحش يتشد ليها، بس وهي بتجري بتتكعبل وبتقع. وفي آخر لحظة بترفع الكاميرا في وش ريك وبتضغط على الزرار، الوحش يختفي ويتنقل لعالم تاني. بعد كده العيلة قررت تفضل عايشة في نفس البيت، لكن في اليوم ده آلي لقت أقراص كتير وسط الرماد. واضح إن العوالم مش 5 بس، دول أكتر بكتير. دفنتهم بسرعة، بس هل فعلا كله ده خلص؟ دي كانت قصة فيلم الرعب والخيال العلمي الجديد ستيريوسكوب. الفيلم ما وقفش عند إنه يخوفك أو يبهرك بصريا، لكن كمان خدنا في رحلة عن التضحية، عن لمة العيلة، وعن الفداء الحقيقي. إصرار آلي على إنها تلاقي أبوها هو اللي خلى الأحداث تكمل، وجوه قلبها كانت بتدور على لمة العيلة اللي اتكسرت. وأمها اللي كانت في الأول هربانة من كل حاجة اتحولت لست قوية فهمت بنتها ووقفت جنبها في الوقت الجد. أما ديفيد العالم اللي كان مهووس بالاكتشاف لقى نفسه في وسط كارثة صنعها بإيده، بس لما حس بالخطر على عيلته قرر يبعد عن كل حاجة علشان يحميهم. المثلث اللي بيظهر كتير في الفيلم مش بس رمز علمي، ده رمز للاستقرار، وفي نفس الوقت بيفكرنا إن العيلة برضه حاجة ممكن تتكسر لكن ممكن تتبني تاني لما نقف مع بعض. ولما التلاتة وقفوا سوا في مواجهة الخطر ساعتها بس قوة العيلة بقت أقوى من الظلام نفسه. بس رغم الإبداع البصري
والعمق في الفكرة، الفيلم ما كانش خالي من العيوب. قواعد العوالم الموازية اتشرحت بسرعة زيادة، وحاجات كتير كانت بتعتمد على صدفة مش مقنعة. والوحش ريك كان محتاج شوية عمق أكتر، شخصيته كانت بسيطة زيادة عن اللزوم. بس برغم كل ده، لو بتحب الأفلام اللي فيها رعب وخيال ولمسة دراما، ستيروسكوب هيشدك من أول دقيقة لحد آخر مشهد. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، عندنا دايما كل جديد في عالم الأفلام. سلام.